طيب بص بقى، خلينا اتكلم معاك كاننا قاعدين مع بعض، تمام؟ وكانك قدامي بالظبط، عشان عايز اقول لك على كام نقطه مهمين جدا علشان يبان ان انت حد محترف ومعلم وشغلك احترافي. لازم في تصميماتك تحاول تخلي التصميم اقرب للحاجات الواقعيه على قد ما تقدر، ودي حقيقه على فكره مش كلام والله. تصميمات كتير دلوقتي بتشوفها عادي جدا بيبقى باينه ان هي مش واقعيه، تمام؟ ولكن لما تفهم بعض التفاصيل الصغيره اللي تقدر بيها تخلي تصميماتك بشكل واقعي وكانها متصوره بكاميرا احترافيه، عايز اقول لك ان ده هينقل مستواك في حته ثانيه خالص. مش هقعد بقى اكبر لك الموضوع واعمل لك حكايات وافلام وبتاع، لان انت عارف ان ده مش اسلوبي خالص. انا دايما بحب البساطه، لان فعلا الامور بسيطه وكل الحكايه في كام تفصيله صغيره هقولها لك هناك، فتعالى بينا. طيب بص بقى يا سيدي، ده الاعلان اللي احنا هنبدا نتكلم عنه كريفرنس، تمام؟ طيب لما تيجي تبص على الاعلانات سواء لوي زي ما قلت لك قبل كده كتير او لاي براند مشهور في مصر، هتلاقي الاعلانات بتاعتهم يا جماعه بتبقى ممتازه. وعايز اقول لك ان الديزاينر اللي قدامك ده هو متصور الصوره في استوديو عادي، تمام؟ والباك جراوند الديزاينر هو اللي حاططها، ولكن الصوره على بعضها كده تديك احساس ان كانه على البحر وكأن الصوره فعلا متاخده بشكل حقيقي، تمام؟ هقول لك على كام تفصيله سريعا كده في التصميم بشكل نظري وبعد كده نخش في العملي، تمام؟ دلوقتي انا لما اجيب شخص احطه على بحر لازم يكون لبس مديني احساس بالصيف واجواء المصيف والكلام الجميل. فهنا اكرم حسني بدا يلبس قميص كده يديك ايه، مرسوم عليه حتى شكل استاكوزا وبتاع ونص كم والكلام اللذيذ ده، فده يديك احساس وش ان انت في مصيف جميل. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انت عارف مصيف يعني حر، يعني شمس، يعني تون رايحه للون الاورنج او الاصفر سنه. لو لاحظت او ركزت في الديزاين هتلاقي ان اللون الاصفر وده بيدل على السخونه او درجه الحراره. بمعنى ان انا دلوقتي لو خليت اللون اللي قدامك ده للشكل الازرق فانا كده بقول ان الاجواء اجواء بارده وفي بروده، لكن لما اروح للاورنج فانا هنا بروح للون الشمس او اللون السخن شويه، تمام؟ فدي تفاصيل صغيره. تاني حاجه حته المنظور، ما ينفعش دلوقتي ابقى اكرم حسني واخد الصوره بتاعتي من الامام كده واروح جايب باك جراوند مثلا الصوره متصوره من فوق، الكلام ده ما ينفعش. لازم يبقى المنظور بتاع الصورتين نفس بعض علشان لما اجي ادمج الصورتين مع بعض يبان الموضوع بشكل واقعي بالطريقه اللي قدامك دي. ممكن يبان ان انا بتكلم كتير، ولكن والله انا بديك تفاصيل فعلا مهمه لازم تفهمها جدا. فتعالى بنخش في الحته العمليه وهبدا اقول لك هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا جبت الصوره دي حاجه كده من اجواء الفراعنه بقى والاثار والكلام ده، تمام؟ احنا مثلا عايزين نقول ان احنا هنعمل اعلان دلوقتي لاي منتج يكون من زمان، وموضوع ان احنا نجيب فراعنه وكلام من ده يبقى احنا بنقول ان المنتج ده عايش معاك على مدار بقى السنين اللي فاتت او على مدار كل زمن او الكلام ده زي الفل. فانا جبت الصوره دي، انت ممكن تجيب اي صوره بقى، ممكن تجرب على فكره تانية اصلا، مش شرط تعمل اللي انا بقوله لك كوبي، بس انا عايزك انت تخرج بافكار مختلفه. تعالى بس نفتح الفوتوشوب الاول. وفي حاجه مهمه يا شباب بصراحه كانت مضايقاني شويه عايز اتكلم معاكم فيها، معلش ربنا الاعلم ان انا بعتبركم عيله مش متابعين خالص، وما بحبش الجمله دي، دايما بحس ان انتوا اخواتي وعيلتي، تمام؟ فمؤخرا بقى بيحصل نوع غريب كده او في نوع غريب من الناس، انا عارف ان دول مش لا من عيلتي ولا من اصدقائي ولا من اخواتي ولا كل الكلام ده. الناس دول بيبقوا داخلين اللي هو كل شويه ايه الاقي كومنتات، هو انت كل شويه تحط اعلان للكورس بتاعك؟ طب ما هو طبيعي احط اعلان للكورس بتاعي، ما هو كورس ولازم اسوقه، تمام؟ يعني حتى الفيديو التسويقي بتاع الكورس ما بياخدش اكتر من دقيقه واحده. فحضرتك دلوقتي لو انت داخل مش طايق ان انت تشوف الكلام ده وعايز تاخد معلومتك او تاخد استفادتك وتخرج بسرعه حتى من غير ما تعمل كومنت كويس، فهنا اقدر اقول لك ان انت وجودك معايا ما يلزمنيش للاسف. يعني انا فعليا لما بلاقي اي نوع من الكومنتات دي انا ببدا اعمل له بلوك فعليا، ومش بحتاج ان هو يكون موجود معايا، لان انت بالنسبه لي لحد من عيلتي ولا حد من اصدقائي ولا اخواتي ولا كل الكلام ده، ففعلا ما يلزمنيش وجودك. فبس حبيت اوضح الموضوع ده ومعذره للاطاله. تعالى بينا نخش سريعا على الفوتوشوب وهبدا افتح مقاس عرضي. عالم غريبه يا جدع والله، عالم غريبه، يعني انت ما تفهمش هم بيفكروا ازاي. الفكره ان انا متاكد ان هم شباب صغير، يعني هو حد صغير في السن وعشان كده بيبقى طريقه كلامه غريبه، تمام؟ فمفيش مشكله. المهم دي الصوره بعد ما جبتها من ايمج اف اكس، طبعا هتلاقي ان الصوره مبكسله. وقلنا بنعمل ايه؟ بنخش طبعا على برنامج اب سكيل، وزي ما قلت لك هسيبه لك واتكلمنا عنه كتير، فخلاص بقى كفايه. انا زهقت يا جماعه والله زهقت من كتر كل شويه بكرر نفس الموضوع، ولكن عشان الناس الجديده اللي لسه داخله. وببدا اختار الصوره اهو واخليها مثلا 3 اكس وهبدا اعمل اب سكيل، فزي الفل. دي الصوره اهي بعد الابس، مش هتلاقي فيها اي بكسله ولا اي مشكله، تمام؟ طيب انا دلوقتي جبت صوره بمنظور امامي اهو، واخد اللو انجل سنه صغيره. يعني ايه؟ يعني الصوره مش اماميه قوي، ولكن الكاميرا اللي مصوره تحس ان هي نازله لتحت السادة، تمام؟ ورافعه وشها فوق السادة. فانا هحاول اجيب شخص يكون متصور بنفس منظور الصوره دي. حاول تركز على المنظور، لان لو دمجت الاثنين هتحس ان الموضوع فعلا واحد وكأن الصوره متصوره بكاميرا. وركز في التفاصيل. فسريعا رحت لشات جي بي تي وكل اللي كتبته رجل مصري يمسك منتج برتقال ويبتسم ويلبس تي شيرت اورنج، تمام؟ طبعا هو ما طلعش منتج شكله كويس، ولكن احنا ممكن نعدل على المنتج، ولكن مديني شخص ممكن يكون
فعلا ملامحه رايحه للملامح المصريه شويتين بالشكل البسيط ده. ما عملتش اي حاجه غير ان انا اخدت الراجل ده على الفوتوشوب وابتديت اكبره بالذكاء الاصطناعي واخلي جسمه يكون متكامل شويتين بس. لو جيت بصيت لمنظور الصوره، اخترت الصوره طبعا اللي بالشكل ده مع المنظور اللي هناك، هتحس ان هم قريبين. فتعالى بقى نشوف. هبدا اخد الراجل معايا اهو، وكل اللي هعمله ان انا هبدا اكبر كده علشان اخلي جسمه يبقى كامل. وبعد كده هجيب اداه السلكت وهعمل سيلكت على الجزء ده، ويندو اختار البار بتاع الذكاء الاصطناعي وجنريتيف فيل، مش اكتر ولا. فلما تيجي تبص هتلاقي ان هو اداني اكتر من اختيار، تمام، منهم ده او ده كويس. يعني انا شايف ان ده افضل واحد، تمام. وكده كده ايده احنا مش هنحتاجها قوي يعني، خلينا ناخد ده كويس، تمام. طيب هعمل كده ايه، ميرج بالاثنين اهو. وبعد كده ممكن سيلكت سبجكت علشان ابدا اشيل الباك جراوند سريعا يعني. هبدا اعمل ماسك، وبعد كده هبدا اعكس الراجل ده مثلا، هخليه كده وهبدا اشده معايا على المقاس بتاعي. طيب زي الفل. تعالى نعمل ابلاي لاير ماسك للصوره اهي، علشان مثلا ابدا اجيب اداه السبوت وابدا اشيل مثلا اللوجو ده. زي الفل، تمام، ماشي. طيب هنيجي بقى نبص على المنتج. لو انت عايز تغير المنتج ده باي منتج تاني، احنا قلنا بنقص الصابع لوحدها وبعد كده بنبدا نركب المنتج اللي احنا عايزين نحطه. لو انا مثلا عايز سريعا ابدا اعمل تعديل كده، ده لو انا مثلا في حاله ان انا عايز اعمل تعديل سريعا كده، هبدا اشيل الكلام وكل اللي هعمله مثلا ان انا هكتب اي عصير بقى مش فارقه، او هحط اي لوجو مثلا بالشكل ده. وبعد كده هبدا اجيب البين تول زي ما قلت لك، اقص مثلا الصابع ده واخد منه كوبي، وهبدا اروح كده اجيب اي برتقال هبدا احطه بس ايه على صوره المنتج. طبعا انت ممكن زي ما قلت لك تغير المنتج او العلبه كلها. هنزل البرتقاله تحت الصابع اهو، بص، وهغطيها بس باللي تحت منها وشكرا كده، مش هعمل حاجه ثانيه، تمام. وهعتبر ان انا كده ايه حطيت منتج يعني. ولكن ايه، تعالى نحط شادو للصباع ده علشان يبان ان هو كانه ماسكه فعلا. بس كده يا سيدي، تمام زي الفل. طيب هنا اللي بيحلي الديزاين دايما، او التفاصيل الصغيره بقى اللي بتحلي فعلا او بتنقل الموضوع في حته ثانيه، هي حته الريتاتش واللمسات. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا هبدا اشيل اللاير بتاعت الولد وهبدا اقف على الصوره دي وهبدا اقوي فيها بقى الريتاتش بقى والالوان والكلام ده. فاول حاجه بعملها بروح عند السلكتيف كلر هنا كده، وببدا امسك لون وببدا اتحرك بيه. على سبيل المثال زي ما قلنا ان الشمس بتروح للتون دايما الصفراء او الاورنج، فانا هحاول اخلي التون بتاعت الصوره بص تبقى رايحه اهو للشكل اللي هو الاورنج شويه. طبعا مش ارقام ثابته خالص يعني، انا ببدا ايه ابص بعيني كده واشوف كده. نروح للون السماء نقويها اهو، تمام. نيجي مثلا للابيض اهو، بص بقى السماء بص. وحاول ما تبقاش اوفر برضه يعني، حاول تخلي الصوره قريبه جدا للواقع يعني، ما تزودش الوان زياده عن اللزوم وتبقى فاكر ان انت كده ايه بتحلي في الصوره خالص. بص حاجات على الهادي جدا، تمام. البلاك مثلا، تمام زي الفل. ممكن نمسك اللايرين دول نعملهم ميرج، او تعالى بس اوريك قبل وبعد. بص السلكتيف كلر نقلت الصوره لايه، تمام. لما تيجي تحط الولد كده هتحس ان الديزاين اصلا رسم نفسه، تمام. تعالى نمسك بس الاثنين نعملهم ميرج، وبعد كده نبدا نروح على الكاميرا رو على الباك جراوند لوحدها، وهبدا ايه اظبط برده بالكاميرا رو شويتين اهو علشان برده اخلي الموضوع يبقى حلو. هنا بقى زي ما قلت لك لو انا عايز اروح للازرق هتحس ان الموضوع بارد، لكن لما تروح للتون دي بص هتحس ان الموضوع هنا بدا فعلا يروح للحته الصيفيه شويه. طب اوكي، بص كده. تعالى بقى نحط الولد زي الفل قوي، المنظور شكله حلو جدا مع بعضه، تمام. ممكن نكبر الولد حاجه كده بسيطه، تمام. تعال نشيل البار ده، تمام. بعد كده ممكن نعمل نيو لاير، وهبدا اجيب الجريدينت تول وهبدا اطلع كده بالاسود عشان اظلل الجزء الاخير من الصوره، وده دايما بيخلي الموضوع يبقى شكله حلو في الدمج اهو مثلا كده، تمام. بعد كده هقف على اللاير بتاعه الولد نفسها اهو، وهعمل نيو لاير فوقه كنترول الت جي، علشان بعد كده اروح هنا لايديت واختار فيل، واختار من هنا ال 50 جراي، وبعد كده هختار النورمال دي هخليها اوفرلاي، واختار من هنا اوكي، وهاجي عند النورمال دي تاني هخليها اوفرلاي. طيب انا بعد كده هبدا اجيب اداه الدوج اهو، وزي ما قلت لك كتير قبل كده اقلل مثلا الرقم ده خليه 30 او حاجه، وهنا ببدا ادوس على الابيض، ولكن خلينا اقلل السايز يعني الحتت الفاتحه ببدا اضغط عليها اهو، تمام. هنا مثلا في مناخيره، وهنا في الحته دي اهو، هنا مثلا في الحته دي. يعني انت هنا بتبدا بالدوج تول تمشي على المناطق اللي هي اصلا فاتحه قدامك اهو، مثلا اهو. ممكن ادي في العين كده عشان انورها شويه، تمام. ممكن ندي ايه في الودن كده حاجه بسيطه، تمام. طيب تعالى نغير بقى للبرن، وهبدا اقلل برده الرقم ده، وهنا بقى هبدا ادوس على الغامق بدل الفاتح. يعني انا هناك كنت بدوس على الفاتح، هنا العكس اهو، تمام. وببدا ادي كليكات كده ايه بشكل بسيط يعني، تمام. تعالى طيب نشوف قبل وبعد. بص لمسه الريتاتش دي اللمعه دي بص اهي، فحلو جدا. خلينا اقول ان انا زي الفل كده، تمام. زي ما انا واقف هعمل كلر بالانس وكنترول الت جي علشان ابدا اخلي تون الولد تبقى ماشيه مع الباك جراوند. بص اخليه برده يبقى رايح للون الاصفر شويه، اغير هنا للهايلايتس اهو، واحاول ما ازودش في الحاجات دي علشان ما يبانش ان الموضوع مش واقعي. اختار هنا الشادوز اهو، حلو. طيب تعال نشوف قبل
بعد هتلاقيها بص حاجه لا تذكر، ولكن انا بالنسبه ليا تمام زي الفل. ممكن نرجع بس هنا تاني على اللاير دي، وهبدا بالدوج تول تاني. همشي برضو على الحاجات اللي في اللبس الفاتحه، بص اللسعات دي اهو تمام. ممكن هنا ايه بس ايه مش عايزين نزود، يعني لو حسيت ان هي زادت منك لا اهو، يعني كل ما بحس ان هي زادت برجع تاني وببدا ايه على مهل كده خفيف. وفي الدراع هنا ممكن برضو نمشي على الدراع الحته المنوره دي اهو، ده كده بشكل سريع يعني. بص كده، بص اللمسات دي هتلاقيها برضو بتفرق معاك جدا زي الفل. تعال نقف بقى فوق على الديزاين ككل، وهبدا برضو هعمل كلر بالانس على كله بقى مع بعضه اهو، علشان اخلي الامور كلها تبقى ماشيه مع بعضها. بص ماشي كلام محترم جدا تمام. طيب اعمل لي كنترول الت شيفت اي علشان خاطر اعمل لاير لوحدها علشان اروح للكاميرا رو تمام. وهبدا برضو اشتغل الكاميرا رو براحتي اهو. هنا هحاول اهدي الدنيا بقى اهو، لو في حاجه في الاضاءه مثلا بتاع اهو تمام زي الفل. هنزود هنا برضو شويتين زي الفل. تعالوا نعمل اوكي تمام. لما تيجي تبص هتلاقيها برضو ان هي لمسه صغيره ولكن تفرق. لما تيجي تعمل زوم مثلا وتبص كده على الولد وعلى الصوره من ورا، هتحس ان هي فعلا كانها متصوره بكاميرا واقرب جدا للواقعيه زي ما قلت لك وزي ما اتفقنا تمام. كل اللي هعمله ان انا هبدا اكتب جمله او تايب مثلا اللي هو معاك كل وقت وكل زمان. وزي ما قلت لك بحب اقسم انا ايه الجمله على اكتر من سطر اهو بالشكل ده تمام. وباي فونت تاني بكتب الكلمه الاخيره. والحاجات اللي هي الطايره الصغيره دي زي ما قلت لك بنجيبها من على فري بيك اهو. هكتب هنا تايبو وببدا ايه افتح الملف او حاجات زي كده، وببدا اخد منها وببدا احطها على الكلمه واخرج بالشكل ده. هخلي الكلمه تبقى على اليمين تحت كده اهو تمام. ولما تيجي تبص على الديزاين ككل انا ما عملتش حاجه، يعني انا عايز اقول لك ان الكلام بقى اللي انا قلته لك في الاول انت حسيت ان هو فيلم وحوار وبتاع، لا الموضوع بسيط. يعني دايما زي ما قلت لك المواضيع كلها سهله وبسيطه، مش محتاج غير ان انت تركز تمام. لو فهمت التريكات الصغيره كل حاجه معاك اتحلت تمام. طيب انا على سبيل المثال دلوقتي شايف ان الديزاين ده شبه الحاجات اللي بتتعمل من النوع ده. يبقى احنا زي ما ركزنا المنظور بتاع الصورتين، التون بتاع الصورتين، التايب اللي بيتكتب جنب الشخص بيدي شكل حلو، بعض الحاجات بقى زي الكالر بالانس او السلكتيف كالر اللي بتفرق وبتديك شكل حلو في الاخر. فبس يا سيدي يا رب تكون فهمت كل كلمه انا عايز اقولها لك. ومعذره لو انت شايف ان انا بطول بقى او حاجه، بس والله ما اقصدش ان انا اطول، اكيد مش هبقى حابب اتكلم كتير طبعا يا جماعه. بس هي الفكره كلها ان انا ببقى عايز افهمك كل حاجه بادق التفاصيل وباسهل طريقه، ودي حاجه مش سهله. فبس ما تنساش انك تصلي على النبي زي ما قلت لك. هسيبك مع الفيديو تسويق الكورس حمد لله اقل من دقيقه، ونتقابل ان شاء الله فيديو جديد. وعايز اقول لك هتلاقي فيديوهات كتير على التيك توك نزلت بشكل كبير جدا اليومين اللي فاتوا، روح شوفهم هتلاقي فيها تريكات قويه جدا، وهتلاقي اللينك تحت. بس يا سيدي اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.